الإيجابي، بينما هنا الهجمة المرتدة الثالث يأتي لمصلحة السيلية والصدارة. لا فيها بطاقة صفراء، فيها سوء سلوك من بارو صديقي. ليس هكذا تلعب كرة القدم. أنت تسجل في مرمى السد، يجب أن تحترم تاريخ هذا النادي العريق وأن لا تسجل بهذه الطريقة يا بارو صديقي. هو يمتلك في جعبته بطاقة صفراء، الآن سينال بطاقة صفراء ثانية وسيخسر مكانه في هذه المباراة وأيضا في الدور نصف النهائي. بارو صديقي كشوف حكم المباراة يلغي الهدف أو يحتسبه ويعطي بطاقة. شوف التقدم، هي الكرة على الأرض، تلعبها براسك ليش؟ هو سوء سلوك من اللاعب بارو صديقي وضربة حرة غير مباشرة لمصلحة فريق نادي السد. تصرف غريب، شوف التحديد.